ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا باختصار كده يا باشا اللي حصل في البودكاست مع احمد سعد، اتكلم عن اخوه سامح سعد، العالم المصري اللي خد له بتاع 5 سنين امتياز مع مرتبه الشرف في كليه العلوم، منحه لليابان، عمل ماجستير ودكتوراه، طلع الاول واختاروه في امريكا عشان يشتغل في معمل من اكبر 10 معامل في العالم. بعدها كلموا احمد زويل عشان يجي يشتغل معاه في جامعه النيل في مصر، قال يا باشا نسيب امريكا ونرجع عشان نخدم بلدنا. لما جه يعني الجامعه بعدها اتقفلت، ودلوقتي هو شغال في 57 دلوقتي حرفيا يعني معهوش فلوس يجيب عربيه تمشي حاله، وده على كلام احمد سعد. ومن هنا نستنبط السؤال اللي جايين نتكلم عنه، هم العلماء بتوعنا راحوا فين؟ انا افتكر زمان كده كان عندنا الدكتور مصطفى محمود، برنامج العلم والايمان، عبد الوهاب المسيري. طبعا انت مش عارف مين المؤلف عبد الوهاب المسيري، بس باختصار يعني هو مفكر وعالم اجتماع مصري، ومؤلف موسوعه اليهود واليهوديه والصهيونيه. راجل يعني ليه محاضرات كتير جدا مهمه، احد المحاضرات اللي انا اتفرجت له عليها كان بيتكلم فيها يعني على ازاي ان انت تدمر مجتمع عن طريق ان انت تدمر الاسره نفسها، وان انت تعمل تفكك اسري، ده اللي هيؤدي للمجتمع ان هو يتدمر. يعني ده بالنسبه له كانت وجهه نظر الغرب ازاي يدمروا المجتمعات العربيه. المهم عندنا برضو الشيخ الشعراوي خواطره في القران الكريم، طبعا يعني مع دول كلهم برضو الدكتور احمد زويل، لكن انا بتكلم هنا بالاخص على العلماء اللي كانوا بيقدموا لنا كونتنت على التلفزيون، حاجه كده اللي هو بنتفرج عليها وبنستفيد منها ونتعلم فيما يعني يقارن بالكونتنت التاني اللي هو مسلسلات بقى وافلام وماتشات كوره وكده. فالعلماء دول راحوا فين بقى؟ فين البرامج دي دلوقتي؟ والله يا معلم لو جيت تبص على العالم بتاعنا دلوقتي في الوقت الحالي 2024 هتلاقي اجابه السؤال ده بتتلخص في كذا حاجه، اهمهم ورقم واحد وهو الانترتينمنت او الترفيه. المحتوى الترفيهي والانترتينمنت لا يتفوق عليه اي محتوى تاني مهما كان، اي حاجه ما بتجيش بجنب الانترتينمنت في شيء من حيث الدخل والفلوس وكل حاجه. وبالتالي في اي حد بيشارك في المحتوى الانترتينمنت هو يعني بيجيب من وراه دخل كبير، ده لان الناس بتحب الترفيه، تنجذب لاي محتوى ترفيهي مهما كان. طبعا ده بقى بيشمل المسلسلات، الافلام، ماتشات الكوره، حتى لو كان رقص. انتبهوا لهذا المحتوى عشان حد يطلع بكونتنت علمي او عالم كده يقعد في برنامج ويفيدنا بعلومه وكده. اولا مش هيلاقي حد يعني يدفع الفلوس دي كلها في يعني استوديو الجو ده عشان يقدم هذا البرنامج، دفع نفس الفلوس مثلا في مسلسل ولا حاجه هيكسبه اكتر. وده اللي بياخدنا ليه المشكله الثانيه وهو العائد المادي. لو جينا نقول دلوقتي ان العالم بيكسب يعني كفلوس قد ايه، فاكيد مش هيساوي مثلا لاعب متوسط في نادي متوسط في الدوري المصري، مش هيقرب منه، في فجوه زمنيه ما بين الراتبين. ده بيؤدي تسلسلا ان العلماء دول بيسافروا بره. ما هو انا يعني برضو زي ما هديك علم انا عايز فلوس تعيشني، يعني اكل واشرب وافتح بيت وكل ده. وده بيؤدي برضو المشكله الثانيه وهو خلق جيل بيفكر في الانترتينمنت اكتر ما يفكر ان هو يحب العلم والحاجات دي. يعني الشباب في الوقت الحالي هو يعني ممكن ينجذب انه يبقى لعيب كوره او يبقى ممثل او يبقى مغني اكتر من انه يبقى عالم في ذره او في الفلك او اي حاجه. الحاجات دي هتجذبه اكتر لاسباب كتير طبعا مختلفه، يعني مش هندوق في الاسباب. ممكن هو يكون يعني فقير وعنده موهبه زي موهبه الكوره فده هيخليه ينجو بعيلته، يعني ما بتكلمش ده على الاسباب، انا بتكلم على الفكره اكتر ان هو ممكن ينجذب لدي اكتر من دي لان دي هتديله دخل اكبر بكتير. يا عم يوسف طبعا انت يعني عندك اي حلول للموضوع ده؟ والله هو في حل كده يعني احنا ممكن نستنبطه من المجتمع بتاعنا في الوقت الحالي، في مميزات برضو فينا كده كجيل جديد، وهو ان انت تلعب نفس اللعبه اللي بتدخل فلوس للطرف الثاني. زي ما الانترتينمنت بيدخل فلوس للممثل والمغني ولاعب الكوره، فممكن العالم عن طريق الانترتينمنت يدخل فلوس. وثانيه استناني هشرح لك، يعني مش العالم يروح يمثل، اصبر عليا. هو بسيطه يا صاحبي ان انت تقدم محتوى علمي وفي نفس الوقت ترفيهي على السوشيال ميديا. ده طبعا لان السوشيال ميديا سواء يوتيوب تيك توك ايا كان هو اكتر مكان فير في الوقت الحالي، يعني ما فيهوش واسطه، ما فيهوش مجاملات. ممكن يعني في ناس بتدفع فلوس عشان تعلي الريتش بتاعها، ولكن اكتر مكان فير في الوقت الحالي. وفي ناس حققت ده بالفعل، طبعا على راسهم ومبتدع هذه الفكره هو الدحيح، ان هو بيقدم محتوى ترفيهي وفي نفس الوقت يعني علمي. يعني ممكن يتخيل ان احنا نتفرج على واحد كان بيحكي قصه الحرب العالميه الثانيه، نتفرج على الفيديو كله وننبسط كمان. وفي برضه صلاح ابو المجد، الصراحه هو من اكتر الشخصيات اللي انا شايفها لايقه على السوشيال ميديا. راجل بيعرف يتكلم، بيعرف يوصل لك المعلومه، وفي نفس الوقت بيقدم كونتنت علمي بيتكلم في الاقتصاد. وطبعا ناس كتير يعني مخبر اقتصادي، وفي ناس كتير بتقدم محتوى كونتنت علمي يعني وترفيه في نفس الوقت. بس الحل ده هو حل فردي، يعني الشخص اللي هيقدم هو هيفيدنا احنا، وفي نفس الوقت هو هيستفاد كحل فردي ليه، هيبقى ليه عائد مادي يعني مناسب ليه. يعني مثلا بقى اختراع معين، حاجه معينه زي احمد زويل او كده، لا ده صعب. ده نظرا لان في مشاكل كتير بتخلي العلماء ان هم يسافروا، يعني ما يقدروش ان هم يطلعوا كل الغزاره العلميه اللي عندهم. ان اي عالم عشان يقدر يطلع افكار او يطلع اختراعات جديده محتاج ان انت توفر له بيئه مناسبه لده. الراجل ده ما يكونش بيفكر في اي مشاكل اقتصاديه بالنسبه له خالص، جو بقى مشاكل في البيت وهاب بامبرز وبيض والحاجات دي كلها. طبعا قصدي هنا ان هو يكون موفر له راتب يوفر الحاجات دي، ما يقعدش بقى يدور يجيب فلوس منين عشان يوفر الحاجات دي لاهل بيته. لكن ده في الوقت الحالي زي ما انت شايف يعني مش متوفر. اقرب مثال مثلا المعلم في الوقت الحالي، في مدرس راتبه يعني ما يقربش من رواتب شغلانات ثانيه. ده سبب يخلي ناس كتير تفكر 50 مره قبل ما تخش كليه التربيه، لو ما كانش المجموع هو اللي مخليه يخش تربيه. هنا بنتكلم عن المدرس اللي هو اهم شخص في المنظومه التعليميه كلها.
فاظن انت وصل لك احنا يعني ازاي هنحل المشكله. بس يا معلم هو كان الفيديو بتاعنا النهارده، حابب بس اوضح حاجه بسيطه يعني بالنسبه للسلسله الجديده ديت. يعني احنا في الفيديو ده بنتكلم عن ترندات موجوده في الوقت الحالي، تركيزي كله هيبقى على الترند، بنحاول نطلع كونتنت من الترند ده، حاجه تفيد الناس او مشكله نتكلم عنها، مشكله اعمق بكتير من الترند نفسه. واظن الناس اللي اتفرجت على الفيديو اللي فات يعني فهمت الموضوع ده، ان في ناس كلمتني على الفيديو من قبل ما تشوفه، يعني هو شافوا بس صوره تامر حسني على الخلفيه الثامب بتاع الفيديو بس خلاص فهموا ان انا طالع ادس في تامر حسني. يعني يا جماعه مش كده، اتفرج على الفيديو وبعد كده احكم عليا. بس على الفيديو ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك لما انزلها. برضه تروح تشوف الفيديو اللي فات، هسيب لك بقى لينك البلاي ليست ديت، هم الفيديوهين، فابقى راجع شوف الفيديو اللي فات. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.